من المحيط إلى الخليج أن نفتح باب التبرعات من أجل بناء مستشفى للأمراض العقلية على أرض دويلة قطر، حتى تكون مكانا مناسبا لعلاج موزة اللي هي جميزة وتميم والفيلابوشن. كل تصرف أصبح بيؤكد لي النهاردة أن هؤلاء من أصحاب المرض النفسي. لما يجي ولد زي تميم بيحكم بلا حكم ويملك بلا ملك علشان يتكلم عن الفصائل السياسية في مصر، ويتكلم عن ما يسمى المصالحة، وأن لابد عدم استبعاد أحد وعدم استقصاء وعدم وعدم وعدم. طيب قول لي يا واد يا ابن موزة يا ولا، واد يا ابن موزة، قول لي كده يا ولا، انت عندك كام حزب سياسي؟ انت عندك احزاب سياسية ولا امك عندها احزاب سياسية ولا؟ تكونش امك فاكرة ان الكلمتين اللي علمهم لها سعد الدين ابراهيم هيخليها تفهم؟ يا ده انت امك كده فاضل لها 9000 سنة على ما تبقى بلاش اقول، وانت قاعد فاضل لك 25000 سنة على ما يبقى عندك 10 سنين. جرايه دي يا خايب يا ولا، وادي يا خايب انت. لا 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 لا، ما فيش مفر. سامع يا ابن موزة؟ سامع يا بنت يا موزة؟ حياة امي لا هتبقي جميزة. انت عارفة يا موزة ال 14 عملية اللي انت عملتيهم هتحتاج 14 زيهم، بس مش عمليات تجميل، 14 عملية علاج نفسي هتتعرض لها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا وهنحطك في مستشفى عشان نعالجك حتى لا تتطور حالتك، يعني لان الحالة انا شايفها بتزداد سوءا. اذا كانت موزة ولا الواد ابنها تميم ولا الفيلابوشنة بجوزها، حالتهم بتتدهور نفسيا جدا. يا جماعة ما ينفعش نسيبهم، لأن كل ما بنسيبهم من غير علاج كل ما حالتهم بتزداد سوء، بتزداد سوء جامد جدا. وبعدين موزة لما تيجي تسألها تقول لها يا موزة انت عملت 14 عملية تجميل، تقول لك انت بتهيألك، وهي عملت 14 عملية تجميل في فرنسا وفي لندن وفي أمريكا. لما تيجي تقول لابنها يا ابني انت دخلت مستشفى الامراض مركز للصحه النفسيه في انجلترا، يفكرك يقول لك ما حصلش، نسيب. لما تيجي تقول للفيل ابو شنب انت فاكر يا فيل لما كنت في الحمام وجالك بواسير وبعدين طلعوك يعالجوك، فقمت عرفت ان ابوك راح يقضي الصيف في بلاد بره، قمت قلت ما يهمش عمليه البواسير دلوقتي، انا هشيل ابويا. وبعد ما شلت ابوك راحوا عملوا لك عمليه بواسير. فاكر يا فيل ابو شنب؟ فاكر ان لما انت الحاله المرضيه بتاعتك تضاعفت قامت موزه عملت فيك ايه؟ قالت لك اتنازل للواد ابني. قمت انت اتنازلت للواد ابنها، قالت لك ابني اتعالج خلاص لازم تتنازل، فانت لانك مصاب بنفس المرض اتنازلت له. فاصبحت قطر بيحكمها المختلين عقليا ويتوارث حكمها المختلين عقليا ارض. والله انا صعبان عليا شعب قطر، ونفسي اخد شعب قطر ده كله في حضني وابوسه، راجل راجل وست ست وشاب شاب وفتاة فتاة، علشان صعبانين عليه. يحكمهم المجانين الذين تضاعفت حالتهم الجنونية. الحقيقة أمراض النفسية
لما بتتساب من غير علاج بيحصل لها نكسات. فاحنا سيبنا الفترة اللي فاتت الولية موزة وابنها، سامع يا ابن موزة يالا، والراجل الفيل ابو شنب جوزها، رفضنا نعالجهم وما حاولناش الحقيقة ان احنا نسعى لعلاجهم، فحالتهم ازدادت سوء، زادت سوء. كانت النتيجة ايه؟ ان جابوا واحد المفروض يبقى مكانه في مستشفى الامراض العقلية، عملوه وزير خارجية، ورحنا اتعالجنا. انما علاجكم هيكون على ايدين شعب مصر. شعب مصر بيتحمل المجانين والمخرفين والهبل واللي بيجروا على عربيات الرش، بيتحمل كل الناس دي الى توقيت هو ساعة الصفر بالنسبة لشعب مصر. فتجده خرج بعد نفاذ صبره الطويل ليضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه في التدخل في الشأن. انتوا فكرتوا على لما دفعتوا قرشين وجبت مرسي رئيس جمهورية عن طريق رشوة الناخبين واستغلال حالة الفقر اللي بيعاني منها كتير من شعب مصر، الكلام ده هيتكرر تاني يالا؟ ولا انا هقول ايه؟ بس انا اصل مش معقول موزة مجنونة، شيء طبيعي انها تخلف عيل مجنون، انا هتجيب عيل سليم، وشيء طبيعي ان المجنون بيلم حوالين منه المجانين. حقيقة نرجع تاني للبت موزة والواد ابنها. الحقيقة حاجة غريبة أوي، لم أتخيل أبدا إن المرض النفسي بيحصل له نكسات لما ما بيتمش علاج أصحابه إلى هذه الدرجة. إن شاء الله سوف تعبر مصر هذه الأزمة، ولكن لابد أن تعلم موزة ويعلم تميم ويعلم حمد أن لمصر ذراع طولى، أن لمصر ذراع طولى تصل إلى آخر مكان في العالم، وأنها ليست دولة منكسرة أو ضعيفة، فمصر بها أقوى شعوب الأرض بأسا وعزيمة وإرادة. لابد أن تعلم موزة، ويا ريت طبعا هي أكيد هيوصل لها كل هذا الكلام إذا ما كانتش هتتفرج عليه، إن اليد الطولى هي لمصر، وأن القوة الضاربة مهما كانت مصر ضعيفة هي أيضا لمصر، وأن الدخول في عداوة مع مصر هو فقدان لكل معاني العروبة ولكل معاني الجنسية العربية ولكل معاني النضال والكفاح والحفاظ على الأمة العربية أمة قوية متماسكة. لابد أن تعلمي ذلك يا موزة. وبعدين يا موزة كلها يومين ثلاثة وهنقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة. سمعني؟ هماني؟ وانت يا ابن موزة كلها يومين ثلاثة وهنقعد جنب الحيطة نسمع الزيطة. زيطة مين؟ الزيطة بتاعتك انت واليور مزر بتاعتك انت وامك. اما ابوك بقى فبقى تدخله الحمام تطلعه من الحمام مش هيفرق. وقد اعذر من انظر.